والله يا اخي الحبيب، كنت اعاني من 2003 وانا اعاني، وكنت اعيش في اوروبا. ما ترك الطبيب الا وذهبت له. حتى اني سبحان الله كنت اقول بان الفرنسيين ما كيفهمونيش، كنت كنجي للمغرب وكنمشي عند اطباء في المغرب. نعم. وسبحان الله يا اخي كنت تقريبا في الشهر كنت كنتعذب 20 يوم بسبب المخرج عندي، اعزك الله. إمساك. لا لا، كان عندي مشكل في المخرج. وسبحان الله العظيم، يعني والله العظيم كنت كنقطع ملابسي، كنقطعهم، كنت كنشد الفوطه نقطع بسناني بالآلام. اللهم المستعان. اقسم بالله يا اخي الحبيب. وحتى انه تعفن، وعملت عمليه في 2017، عملت عمليه قطعوا لي حيدوا لي طرف حشك تعفن في المخرج. الله أكبر. وكنت اتعذب به الى السنه الماضيه. كنت اصبت بمرض السكري، كنت تعصبت، تقلقت في مع العائله وتعصبت وطلع لي السكر. مشيت درت الخزان، بقاو عندي 9. سبحان الله جاي في الطريق وكنطلب ربي، كنقول يا ربي ما بغيتش ندير الدواء ديالهم، يا ربي تيسر لي الامر ديالي ندير الدواء ديال العرب. انا هكذا جاي في الطريق وكنقولها. فسبحان الله دخلت للدار، يومين كنقلب طلعت لي سبحان الله العظيم. سبحان الله. والله العظيم يا اخي. فسبحان الله وقفت، عملته، ما كناخذش الدواء ديال السكر، ما كنديرش الريجيم. دوزت رمضان كله شباكيه يعني ما كاين لا ريجيم لا والو ما شاء الله. سبحان الله العظيم. مشيت درت عتاني تحليل من بعد 3 شهور، لقيت الخزان هبط لي 6 كم من كان من 9. قبل؟ تعود طلع لي 9، مم. هبط لي 6. المرض الذي كان عندي أعاني منه من 2003 نسيته. سبحان الله. والله العظيم يا شيخ نسيته. كان عندي مشكل ديال المعدة، أعزك الله. إذا تعشيت متأخر خاصني لابد ما نشرب 2 إترو حتى 4 إترو ديال الماء باش نرد نستفرغ ونخرج ليكيد ديال المعدة. الله المستعان. فسبحان الله العظيم، بفضل حمد الله تاك، اللهم لك الحمد. كانت عندي الركبه ديالي، كنت كندير السبور ديال العنف ديال التطامي، كنت كندير السبور. سبحان الله كنت في فرنسا، خرجوا لي عمليه ندير على ركبتي اليسرى، و50 اونص وانا كنمشي بالعكاكز 50 اونص. نعم. سبحان الله والله العظيم. حتى في الصلاه ديالي في السجود، لا بغيت نوقف خصني ندير طابله، لا بغيت نصلي في الجامع خصني نوقف حدا الحيط باش نعاون باش نطلع من السجود في القيام. والله العظيم. وصل الله يغفر لي. كنت كنصلي المغرب وقلت سبحان الله في مخي، قلت سبحان الله العظيم، مابقيتش كندير الطابله، نسيت شي طابله ولا نسيت. سبحان الله بفضل الله الذي جعل السبب. سبحان الله جعلك سبب، والحمد لله عطيك. حتى اللهم الاخ ديالي الكبير، خويا الكبير، عنده مشكل ديال البروستات، 34 سنه، وعنده مشكل ديال النبوله، وهو مريض باغاليزي، يعني عنده شلل نصفي. عطيته لي نهار السبت، استعملوا السبت، الحد الاثنين في الليل عيط لي قال لي صوب لي 15 ايطرو بغيت نفرقها في سبيل الله. قلت لي انت كيف؟ قال لي اللهم لك الحمد. قال لي كاين تحسن 3 ايام، كاين تحسن. عندي صديق ديالي في فرنسا، اسمع شيخ، عندي صديق ديالي في فرنسا ما شاء الله سبورتيف، دخل عيط لي في رمضان، لقيته في السبيطار في فرنسا شادينو 20 يوم، كانوا يتحرقوا لي الكلاوي، كانوا يتحرقوا لي بسبب السكر، طلع لي 14. كنهضر معاه في التليفون، قال لي كيدقوا لي 4 ديال البراوات وكيدقوا لي وحده سبيسيال، نبقاو شادينهم في الانعاش 20 يوم. انا هضرت لي على الحمد، قلت لي راه كاين واحد سميتو الشيخ محمد الهواري مغربي، راني متبع الحمد لله ديالو. قال لي كيفاش؟ قلت لي لا بد ما تعملوا، وهذا الاخ كيثيق بيا. قال لخالته سبحان الله العظيم 20 يوم خرج من السبيطار، بدي يستعمل مباشره كيستعمل حمد اللاكتيك، حيد البراوات، خلى غير الفانيد ديال السكر. بعد مده شهر رجع للسبيطار عند الفرنسيين، قالوا لي بعدك مزيان، بعدك كنشوفك متبع البراوات ديالك. ما بغاش يقولوا انا ما كندير لا براوات لا والو، حيت هادو اللي هضرتي معاهم قلت ما كنتبع ما كيتقبلوش. نعم. فسبحان الله قالوا لي السكر ديالك ولا نورمال، ومزيان تبقى متبع البراوات.
هو ما كيدير لا براوت لا والو. سبحان الله، هو كيدير الحمد لله لاكتيك. بالنسبه لي الشيخ محمد الله يعزك والله يكبر بك خويا، انا كنت كنستعملها مره في النهار. انا كنفيق مع الصباح كناخذ تقريبا كاس كبير على الريق، نعم. وكنستعملو لك غادي الحمام على قبل العرق، باش العرق كنشرب فيه الصدر وكندخل يعني العرق في الحمام. نعم. انا هذه هي الطريقه ديالي. عندي الاهل ديالي، عندي الزوجه ديالي عندها مشكل ما خليت بها حتى طبيب ديال الحساسيه. نعم. سميتو ارتكارية. هاكي الشرم. سمعني. عندها مشكل ارتكاري، الارتكارية. ارتكاريه. الشرم. الشرم. تعرف هذا الشيخ، هذا المرض الشيخ الشيخ محمد مم. سميتو ما- ارتكاريه. الحساسية الارتكارية. الحساسيه ديال الجلد كتخرج كتبان ليها في النهار وكتمشي. يصلح ليها. ينفع مع جميع المشاكل، يعني الأمراض المناعية والمشاكل الجلدية، جميع المشاكل الحمد لله كتيك يضبط المناعة، يزيل الاضطراب، ينظف الجسم من التراكمات، فأي شيء كان في الجسم بإذن الله تعالى سيصلحه. كما انتفعت أنت ينفع مع جميع المشاكل. الله يبارك فيك. أعد بارك الله فيك. يعني أنت كان عندك مشكل في المخرج وتعرضت لتعفن وعملت عملية جراحية، ورغم ذلك كنت تعاني من المشاكل. نعم كنت أعاني من المشاكل، وحتى أنني ذهبت عند الطبيب نعم. الذي أجرى لي العملية بعد 6 أشهر. نعم. قال لي لا أستطيع أن أعمل لك عملية ثانية لأن خاف يعمل لي مشكل، نعم. لأن يعني ما بقاش شي منطقة اللي يقدر يحيد القطعة. قال لي عندك تعفن داخلي يخرج لك في منطقة الدبر. أعزك الله. هذا في فرنسا. لا هنا بالمغرب، أما أنت بفرنسا عملت عملية في المغرب. نعم. اما بفرنسا كانوا كيعطوني غير ادويه، وكانوا كيشوفوا يعني ما كانش كيفهموش عندي. كانوا كيعطوني ادويه لان دابا الان الطب عالميا لما كيحصل شي فاش كيحصل كيقول لك اما عندك العصب في المعده او العصب في الدم. انا الكلمه ديال عندك العصب في المعده او العصب في الدم ما كتدخلش ليا دماغي، لان الطب فاش كيحصل كيبدا يقلب لك على شي مصطلحات باش يغطي على يعني باش يغطي على العجز ديالو اللي ما توصلش ليه. فانا من 2003 ما خليت حتى يعني والله يعني كنت ادب عند اطباء عند لي بروفيسور عند يعني الله الغرب الى 2017 فاش عملت عمليه، وبقيت من بعد 2017 كنتعذب الالام الى سبحان الله السنه الماضيه لما سبحان الله العظيم جاني مرض السكري، والحمد لله ما كنستعمل لا ادويه لا شيء. تبعت الوصفه ديالك، اسال الله يبارك فيك ويرحم الله والديك. اللهم لك الحمد. والله سبحان الله. هل عملت فقط اكتفيت بالشرب ام عملته كمكان اغتسال للمناطق يعني المتضرره؟ طب المشكل عندك داخل يا شيخ محمد انا نسيت عندي المرض، والله العظيم اقسم لك بالله نسيت انا. اللهم دابا كنهضر معك وخايف خايف نرجع. لا ان شاء الله باذن الله تعالى لن يرجع باذن الله. اللهم لك الحمد. يعني تقريبا من شهر 8 السنه الماضيه، شهر 9 سبتمبر العام اللي فات. اللهم لك الحمد. اذكروا الله الذين على البت. هناك بعض الاشخاص كما يقولون عنده العين. اذكروا الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله. وحتى سبحان الله عندنا هنا في الحومه في الدار البيضاء سبحان الله العظيم الناس كبار، الناس اللي فيهم السكر كتقول البراوات قلتها لهم وعملتوا لهم. كنتلاقى معك يقول لك سير الله يرحم لك اللي ولدك وربك السي احمد، الله يرحم لك والديك. الحمد لله رانا حيدنا البراوات وحسينا تحسن قبل. بما انني الشيخ محمد ما انا ما عمرني ما استعملت البرا ما نعرفش. وما كيقول كنستعملوا الانسولين كنحسوا باقي عندنا التنمل، قال لك كنحسوا بالتنمل في الكتاف في اليدين في رجلينا. قال لك الحمد لله فاش حيدنا البراوات وكنستعملوا الحمد لله كتاك. اللهم لك الحمد. يعني ما بقاوش كيحسوا بهذاك التنمل ولا من بعد
البراوات ديال الانسولين. الجسم بالكامل بإذن الله تعالى يصلح. فقط الذي حدثت معه الأعراض فعليه أن يراجع نفسه، أو الذي يعني مثلا الشخص في بعض الأحيان قد لا يرى نتيجة في شهر، في شهرين، في 3 شهور، في 4 شهور، بسبب المشكل عنده كبير، بسبب الضرر الذي على شبكة العين مثلا، أو على الخلايا في الجسم، أو على الأعضاء في الكلى وكذا. فعلى حسب الضرر يكون يعني وعلى حسب حتى النظام الغذائي، لأن الأكل إذا كان صحي، فالجسم سيستفيد. أما إذا كان الأكل فيه أشياء ثانوية الجسم مشبع بها ويمزج حمض اللاكتيك مع هذه الأشياء، فهو سيزيد تعب للبدن، لأن الحمض سيتشبع بما في البطن وينقله إلى الدم. فنحن لا نعتمد على نظام غذائي تجويع، ولا نعتمد على يعني تشديد على الناس، بل أن الأكل يجب أن يكون أكل متكامل مفيد، وفعلا التجويع هو يفيد، ولكن على حسب الحالة. من عنده سمنة وتراكم يريد حرق المخزون وتنظيف الجسم، فلا بد أن يعطي للجسم فرصة لكي يرجع على نفسه، يعني يأكل بعضه البعض لكي يبدأ في تحرير المخزون. وهناك بروتوكول لمنع الأعراض وتخليص الجسم من الأشياء المحررة. وملاحظة أخرى الشيخ محمد، الله يكبر بك أخي، سبحان الله، بعد يومين أول ما شربته سبحان الله في يومين كنت كنصلي وساجد، سبحان الله العظيم يا أخي، يعني حسيت بواحد الخفة، يعني هناك تغير كبير والله العظيم، حتى أنا كنت فرحان سبحان الله. هذا ما كان ينقصك. أنت عندك مشكل في البطن، ربما قد تكون عندك فطريات، ربما شيء ما هو الذي سبب لك يعني تعفن في المخرج، والبطن إذا تضرر فالجسم بالكامل يتضرر. كان جسمك خمول وكسل وإرهاق وعياء بسبب سوء الامتصاص. لكن حمض اللاكتيك ماذا يفعل؟ فهو ينوب عن البكتيريا النافعة. فهو حمض اللاكتيك هو من إنتاج، في الأصل من إنتاج البكتيريا النافعة. فحينما يعني تتضرر البكتيريا وجب علينا أن نصنع حمض اللاكتيك. ومع الأكل الصحي الحمض سينقل لنا ما في الأكل، ما في الطعام إلى الدم، والجسم سيستفيد. وكذلك حمض اللاكتيك يقوم بدور آخر، وهو تنظيف الجسم، تحرير وتحفيز الخلايا. يعني حمض اللاكتيك الأدوار التي يقوم بها لا يمكن لأي علاج، على حسب ما أرى وعلى حسب ما أعتقد لا يوجد علاج كحمض اللاكتيك. مثلا لو وجدنا علاج آخر فهو يحفز المناعة ويقوي المناعة، فهو يرفع الحرارة في الدم، يزيد السيولة، ينقص الوزن، يخلص، يحلل، يفكك. لكن لن تجدوا فيه هذه الثلاث مجتمعة، ولن تجدوه صديق للإنسان كحمض اللاكتيك، لأن الحمض هو من إنتاج البكتيريا. ولو أخذنا شيء من الطبيعة، فما هو هذا الشيء من الأعشاب، يعني لا نجد نسبة المحفز كحمض اللاكتيك. ما في حمض اللاكتيك في العشبة الفلانية أو في المادة الفلانية، لا يمكن. أنا في نظري لا يوجد شيء يستطيع أن يعالج المشاكل في الجسم الإنسان ويكون صديق كحمض اللاكتيك، حمض البكتيريا النافعة. فالبعض قد يقول لي، فما دام هو حمض البكتيريا النافعة، فلماذا المشاكل في الأصل تظهر عند الناس؟ إذا كان هو الذي إذا شربناه سيدخل إلى البطن ويدخل إلى الدم، فهو في الأصل ينتج. نقول لهذا الشخص ينتج بكميات ضئيلة جدا أو معدومة. حمض اللاكتيك لا ينتج بسبب ماذا؟ بسبب الضرر الحاصل على الخلايا المنتجة. فما هي هذه الخلايا المنتجة؟ البكتيريا النافعة متضررة. الجهاز الهضمي السليم تكون فيه البكتيريا النافعة يضرب الملايير في الملايير، يعني تريليونات، نتحدث عن 100 تريليون فما فوق من هذه الخلايا تعيش من الفم إلى المخرج في البطن وفي الأمعاء. إذا تضررت لا يمكن إنتاج حمض اللاكتيك، ووجب إنتاجه خارج الجهاز. وهناك ملاحظة الشيخ محمد، كنت راكب كتسمع الصوت؟ نعم. كنت سبحان الله راكب في واحد طاكسي بيض، وبديت نتكلم مع الناس على قبلك. قلت لهم راه كاين واحد العشاب محمد الهواري مغربي ما شاء الله، الله يبارك، انا كنستعملها والله. كانت سيده جالسه
معنا فيه طاكسي بيض. قالت لي سبحان الله، قالت لي راه عندي صديقه ديالي دابا هي كتحكي للجميع، نعم. صديقه بالفرحه ديالها ارسلت لها رساله صوتيه بالواتساب، الام ديالها 20 عام وهي عاميه بسبب السكر، امراه كبيره في السن يعني فقدت ذهب. البصر. نعم، مده 20 سنه. فسبحان الله دابا هي هاد السيده المغربيه كتحكي للصديقه ديالها اللي راكبه معها في الطاكسي، قالت لها سبحان الله الام ديالي البارح حلت لها عين. قالت لي راه كانت كتستعمل حمض اللاكتيك، راه الحمد لله عندها واحد العين ولات كتشوف بها. الله اكبر. ما سبحان الله. شاء انا الله. كنتكلم مع الناس، في الطاكسي الابيض، انا في مدينه الدار البيضاء، والسيده سبحان الله راكبه معنا، قالت لي سبحان الله خويا، قالت لي راه صاحبتي ها الاوديو، سمع الاوديو بان الفرحانه الام ديالي ولات كتشوف بواحد العين بعد 20 سنه وهي فاقده البصر بسبب السكري. نعم، شهادات يعني الحمد لله مثل هذه حصلت معنا. يعني كان عندهم فقدان البصر، والبصر يعود إذا كانت الشبكة غير متضررة، لأن نتحدث هنا عن الضرر الحاصل، لأن عندنا خلايا عصبية، عندنا شبكة، هذه الشبكة إذا أتلفت فهي ميتة، والميت مستثنى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إيه شفاء لكل داء إلا السام، إلا الموت. فالميت لا حياة لمثل هذه، إذا أتلف العضو كذا والخلية أو الشبكة فهذا يعني شيء مستثنى. أما إذا كان قابل للإصلاح فحمض اللاكتيك محفز، يحفز الشبكة. ماذا تقولون الناس أن البصر تغير من حال لحال مع أول استعمال لحمض اللاكتيك كقطرة على العين؟ تحفيز كالصاعقة هو يحدث للخلايا الاستشعارية فترجع للعمل، لكن على حسب الضرر يتم التحفيز تدريجيا حتى تعود العمل، ثم بعد ذلك قد يعود البصر. حصل مع كثير من الناس والحمد لله، هذا فضل من الله عز وجل. شربا فهو ينظف، يزيل الشحنات الكهربائية، يزيل المعادن الثقيلة، يزيل التراكمات التي تدخل الخلايا العصبية وكذلك الشبكة. كثير من الناس كان عندهم يعني غشاوة فوق العين، أشياء يعني في بياض العين، فعندما شربوا حمض اللاكتيك حصل عندهم الصفاء، نقاوة. لماذا؟ لأنه يدخل إلى الدم، الشعيرات الدموية، فيزيل، مثل ما حصل مع الأخ الذي صعد قبل قليل وقال كان عنده كلف في الوجه، تصبغات في الوجه، وزال حمض اللاكتيك، ففي جميع الجسم هذا ما يحصل. وسبحان الله كنت درت واحد 6 اطرو ديال حمض اللاكتيك وعطيتها الاخ ديالي الكبير، والاخ ديالي فرق على الاصدقاء ديالو. بعد اسبوع التقيت في احد اصدقاء الاخ ديالي تقريبا عنده 76 سنه، تلاقيت معه في الشارع، قال لي احمد، قال لي بغيت نطلبك. قلت له تفضل. قال لي انا عندي مشكل، هذه 40 عام ديال المعده. قلت له ها؟ قال لي الاخ ديالك راه عطاني واحد القرعه هذه شي 10 ايام والحمد لله راه نسيت المرض اللي كان عندي ديال المعده، بعد 40 سنه هو مريض. قال لي واش عندك شي حاجه منه؟ قلت لي يلا معايا الدار نعطيك 2 اطرو. وهذا في أجر إن شاء الله. والله هناك من يصنع اللترات، 5 لترات، يعني لترات هكذا، يعني كل يعني قارورة كبيرة يعني فيها 5 لتر، فيوزع على الناس هكذا. كم تكلف 5 لترات؟ يعني لكل لتر ملعقتين من السكر وملعقة من الخميرة والماء.